مشاهدي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية، أستهلها بالعناوين. الرئيس أفورقي ينعى رئيس الإمارات العربية المتحدة. ورشة عمل لتنمية الحياة البرية. دورة تدريبية للمراجعة العامة. مقتل 10 عناصر موالين لدمشق شمالي سوريا في هجوم هو الأكثر دموية. سفينة صينية تغضب أستراليا، توقيت غريب وقلق يتصاعد. ومصر 11 شخصا على الأقل جراء غرق سفينة بالقرب من بورتوريكو. السلام عليكم ورحمة الله. بعث الرئيس أفورقي رسالة تعزية باسم شعب وحكومة إريتريا بمناسبة وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وقدم الرئيس أفورقي تعازيه في الرسالة التي بعثها لولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، متمنيا الصبر في الفقد الجلل. وقد وافت المني الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اليوم 13 من مايو عن عمر بلغ 73 عاما، وكان قد تقلد منصب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2004. عقدت سلطة الغابات والحياة البرية ورشة عمل يوم 13 من مايو لرفع المعرفة والمشاركة في حماية وتنمية الأشجار في الإقليم الأوسط. وأوضح المدير العام لسلطة الغابات والحياة البرية العقيد كنفي هبتون في الورشة إن ورشة العمل هي مواصلة للورش المنتظمة على مستوى البلاد، وقال إن نتائج التشجير تظهر على مدى سنوات. وقدم شرحا حول المهام الرئيسية للجهات الشريكة مثل الإدارات وقوات الدفاع والأمن والوزارات والمؤسسات الأخرى، موضحا بأن معظم المحميات أصبحت عرضة للدمار بسبب انتهاكها وعدم الحراسة، ويجب تعزيز دور الإدارات وغيرها في تنفيذ وإنجاح الدراسات التي جرت لإعادة تنميتها. من جانبه أوضح مسؤول حماية وتنمية الغابات السيد موسى روبيل أهم أسباب تدمير الغابات، وشرح الأعمال التي يتوجب القيام بها للتصدي لهذه الأسباب وإعادة التنمية. ودعا المشاركون في الورشة لاتخاذ خطوات جادة للتوعية والحراسة للدفع بالحملة الخضراء وضمان مصادر المياه ورعاية الأشجار المغروسة وتعزيز مشاركة المواطنين في التشجير وحماية التربة والمياه. وقال المدير العام لإدارة الإقليم الأوسط سيد زريد ولد برهان في ختام ورشة العمل إن على جميع المؤسسات الحكومية العمل باهتمام لحماية التربة وحفظ المياه. نظم مكتب المراجعة العام دورة تدريبية ل 32 من العاملين في المؤسسات الحكومية في البلاد عامة حول المراجعة الداخلية. وتضمنت الدورة التي جرت من 9 حتى 13 من مايو في المكتب المركزي للمراجعة العام تضمنت المراجعة المالية وقوانين وتنفيذ المراجعة وتنفيذ الأعمال الإدارية ونظم الرقابة الداخلية وإدارة الأزمة وتنقيح تحقيقات المراجعة الخاصة والمواضيع الأخرى المرتبطة بها. وأفاد مكتب المراجعة العام إن الهدف من التدريب هو رفع القدرات وإصلاح أوجه القصور والنواقص. وقال المدير العام للمراجعة في مكتب المراجعة العام السيد منقس دانيو في ختام الدورة إن التدريب المقدم بالقدرات الذاتية يبين دور المسؤولين ومسؤولية المراجعين ويوسع معرفتهم ويطور أنشطتهم. ويقدم مكتب المراجعة العام التدريب للمراجعين للمرة الخامسة. جرت في الإقليم الأوسط أنشطة نفير بمناسبة اليوم الوطني للحملة الخضراء الذي يصادف 15 من مايو. وقال مسؤول فرع سلطة الغابات والحياة البرية في قسم الزراعة والأراضي في الإقليم الأوسط السيد أبراهام تخلو لوكالة الأنباء الإريترية أن الإدارات والطلاب والمؤسسات الحكومية والاتحادات والشركات وغيرها تقوم بالنفير للتشجير من 11 وحتى 15 بهذه المناسبة. أوضح نمو 80% من الأشجار المغروسة السنة الماضية والبالغ عددها أكثر من 1,000,000 شتلة،
مشيرا إلى تحقيق نتائج مرضية من الأشجار المغروسة بالاتحادات الوطنية والمؤسسات الأخرى لإيجادها الرعاية اللازمة. وذكر إعداد أكثر من 2,000,000 شتلة أشجار في 9 مشاتل لغرسها خريف هذه السنة، وتجري أنشطة نفير واسعة في 3 مديريات ريفية ومناطق أسمرة لإنجاح البرنامج. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في الإقليم الأوسط أظهرت إصابة مواطن واحد قادم من قلوج بفيروس كورونا. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد 9745، شفي منهم 9632 وتوفي 103، فيما يتلقى 10 مصابين الرعاية في المستشفيات. وزارة الصحة 13 من مايو 2022. عقد الكاتب والباحث في التاريخ السيد ألم سقا التسفاي سمينارا للشرطة حول تاريخ إريتريا وشعبها، وقال إن على الشرطة الاهتمام بالتاريخ والمساهمة في توثيقه، وأوضح أن إريتريا تخطو جيدا في طريق السلام والأمن بفضل وعي وحدة شعبها وقيادتها، مشيرا إلى أن الخلافات عبر الصلح الذي ظل ساريا منذ القدم واحترام القانون والاحترام المتبادل والتعايش له دور كبير في ذلك. وأوضح قائد الشرطة العقيد محارز ضقاي أن على أعضاء الشرطة التعود على ثقافة القراءة، خاصة الكتب التاريخية، لمعرفة تاريخ وطنهم والمساهمة في توثيقه. استشهد في 12 من مايو المناضل المعاق الحرب ستيفانوس تولده عن عمر بلغ 73 عاما جراء مرض ألم به. التحق المناضل ستيفانوس تولده بصفوف قوات التحرير الشعبية في شهر فبراير من عام 75 و900 وألف، وخدم في النضال التحرري في القوات المقاتلة بتفان عال. المناضل ستيفانوس تولده متزوج وأب ل6 أبناء، وقد وري جثمانه الثرى ظهر اليوم في مقبرة الشهداء بأسمرة. وتعرب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية عن حزنها لاستشهاد المناضل ستيفانوس تولده، وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. قتل 10 مسلحين موالين لقوات النظام السوري جراء استهداف فصائل مقاتلة لحافلة أقلتهم في شمال البلاد في حصيلة هي الأعلى منذ عامين. ولم تتضح وفق المرصد هوية الفصائل التي أطلقت الصاروخ، علما أن هيئة تحرير الشام النصرة سابقا تسيطر على المنطقة، حيث تتواجد كذلك فصائل أخرى معارضة. وبحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن حصيلة القتلى هي الأكثر دموية جراء استهداف من الفصائل المقاتلة منذ سريان هدنة في المنطقة منذ أكثر من عامين. ومنذ 6 مارس 2020 يسري في مناطق سيطرة الفصائل في إدلب شمال غربي سوريا وأجزاء من محافظات مجاورة بينها ريف حلب الغربي وقفا لإطلاق النار أعلنته موسكو حليفة دمشق وتركيا الداعمة للفصائل المقاتلة بعد هجوم واسع لقوات النظام دفع قرابة 1,000,000 شخص إلى النزوح من المنطقة وفق الأمم المتحدة. قال وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون أن سفينة استخبارات صينية تم تعقبها قبالة الساحل الغربي للبلاد، فيما وصف ما حدث بأنه عمل عدواني من جانب بكين. وتعقبت استراليا سفينة التجسس خلال الأسبوع الماضي أثناء إبحارها عبر محطة هارولد إي هولت للاتصالات البحرية في إكسماوث، والتي تستخدمها الغواصات الأسترالية والأمريكية وغواصات الحلفاء. وتجري أستراليا الانتخابات العامة في 21 من مايو، وكانت الأحاديث حول تهديد الأمن القومي الذي تشكله الصين موضوعا رئيسيا في الحملة الانتخابية. يذكر أن جزر سليمان والصين أعلنتا توقيع اتفاقية أمنية مبهمة، مما أثار مخاوف الولايات المتحدة وأستراليا المجاورة للأرخبيل من توسيع النفوذ الصيني في منطقة المحيط الهادئ.
أعلن خفر السواحل الأمريكي عن مصرع ما لا يقل عن 11 شخصا جراء غرق سفينة بالقرب من سواحل جزيرة بورتوريكو التابعة للولايات المتحدة. وأكد خفر السواحل عبر حسابه على تويتر العثور على 11 جثة ونجاة 31 شخصا من الحادث. وحسب معلوماته فإن السفينة انقلبت وغرقت على بعد 12 ميلا إلى الشمال من سواحل بورتوريكو. يذكر أن بورتوريكو هي جزيرة في البحر الكاريبي تتبع للولايات المتحدة، لكنها لا تتمتع بصفة الولاية. يفتتح في جمهورية التشيك أطول جسر مشاة معلق في العالم يمتد بطول 721 مترا وعرض 1.2 متر، ويقع على ارتفاع 95 مترا فوق سطح البحر. ويربط الجسر الذي يطلق عليه جسر السماء بين قمم جبال جينسكي في منتجع دوليين السياحي بمنطقة بوهيميا التشيكية. ويتفوق الجسر الجديد على جسر مشاة أروكا في البرتغال الذي يبلغ طوله 516 مترا، الذي كان يحمل لقب أطول جسر في العالم، وتم افتتاحه في 29 من إبريل من عام 2021. ويتيح الجسر تجربة مميزة للمشي وسط الطبيعة الخلابة لجبل كيرليكي سينزينيك الواقع على بعد 200 كيلومتر شرقي العاصمة براغ. ختاما سيداتي وسادتي لنشرة أخبار المساء أعود فأذكر بعناوينها. الرئيس أفورقي ينعى رئيس الإمارات العربية المتحدة. ورشة عمل حول تنمية الحياة البرية. دورة تدريبية في المراجعة العامة. مقتل 10 عناصر موالين لدمشق شمالي سوريا في هجوم هو الأكثر دموية. سفينة صينية تغضب أستراليا، توقيت غريب وقلق يتصاعد. ومصرع 11 شخصا على الأقل جراء غرق سفينة بالقرب من بورتوريكو. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإردنية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.